السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي من خلال قناتنا منوعات وصفة خفيفة هقدم لكم طبق البسبوسة اللي يستاهل بقكم. طبعا شايفين الشكل زي ما انتم شايفين تحفة. معانا كيس البسبوسة اللي كلنا متعودين عليه بتاع كريمة او كريمة زي ما الناس بتقول. ومعانا هنا صينية طبعا مولعة الشربات اللي هو مقداره كوبايتين مية وكوبايتين سكر، وطبعا نص ليمونة. معايا هنا كيس البسبوسة بفضيه، وعلبة الزبادي، وبعدين معلقتين زبدة زي ما المكونات مكتوبة على الكيس. علبة زبادي ومعلقتين زبدة، وانا بزود من عندي معلقتين دقيق، وبحط المكسرات بقى زي ما انت عايزة. في ناس بتحبها بالمكسرات، وفي ناس بتحبها سادة براحتها زي ما انتوا تحبوا يعني. وفي ناس بتزود لها مية، انا بزود لها لبن زي ما انتوا شايفين، لان اللبن طبعا فيه قيمة غذائية عالية واحسن من المية، بيخلي الحاجة هشة وطرية وجميلة. وبضربها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البيكنج باودر كيس، في ناس بتحطه على الدقيق برضو تمام عادي، هو في اي مرحلة مفيش مشكلة. وبضربها ضربة كويسة جدا بالمضرب بحيث انه يدي قوام كده متجانس، لا يبقى خفيف ولا يبقى تقيل زي ما انتوا شايفين. وممكن لو عوزت ازود ان انا شوية مية زي ما انا بعمل كده، لو لقيتها مثلا تقيلة بزودها شوية عادي. المهم يبقى القوام متجانس قدامك زي ما انتوا شايفين كده، القوام كده مظبوط. وطبعا ببقى مسخنة الفرن ومولعاه قبلها ب10 دقايق، وكده بصبها في الصينية زي ما انتوا شايفين واسويها خالص. ومفيش مشكلة اسيبها 5 دقايق حتى لو الفرن لسه مسخنش. وبعدين بحطها في الفرن لمدة ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير، لحد ما تحسي انها خدت اللون اللي انت عايزاه. في ناس بتحبها حمرا قوي، في ناس بتحبها يعني حمار بسيط كده زي ما انتوا شايفين. لما توصلي للون اللي انت عايزاه تقومي مطلعاها، المهم تكوني اتأكدتي من السوا. طبعا نزلت الشربات، لازم البسبوسة حاجة من الاتنين يا جماعة، يكون ساقع، يا اما الشربات ساقع يا اما البسبوسة ساقعة. الاتنين سخنين مع بعض لا ما ينفعش. وكده قدامكم بسقيها الشربات، وهقطعها دلوقتي قدامكم وهوريها لكم. لما بتقطعيها وانتي بتسقيها كده الشربات بيخش جواها ويتوغل جواها كده، وتبقى شاربة الشربات وتبقى تحفة. وعايزة تسيبيها تهدى شوية برضو مفيش مشكلة. الحاجات الحلوة دي كل ما تسيبيها تبرد وتهدى بتبقى اجمل. بس انا طبعا عشان بعمل فيديو هطلع لكم، هقطعها واطلعها قدامكم تشوفوها دلوقتي زي ما انتوا شايفين اهو. ممكن ازوقها بقى مثلا بفول سوداني، زبيب، جوز الهند، اي حاجة عندك تحبي انها تعملي بيها بتعملي بيها عادي. وترجع برضو يعني للذوق للمزاج، عيالك بيحبوا ايه وتحطيها. في ناس بتحبها سادة ماشي، مكسرات ماشي، هو بيدي شكل جميل. وفي ناس بتحط لها شوكولاتة في المسير، هنعملها لكم في مرة برضو بسبوسة بالشوكولاتة زي ما انت شايفة. بصي القوام بتاعها
ما تنسوش اللايك والشير عشان تنتظروا مننا كل جديد. وبالهنا والشفا.